السلام عليكم. امبارح كان لقاء الكلاسيكو برشلونة الريال، كانت مباراة قوية زي ما توقعنا وزيادة، قوة هجم هان وهجم هان. بس خلينا نحكي عن الكلاسيكو وردة فعلنا عليه. برشلونة الريال المباراة كانت مرعبة قوية بكل المقاييس. الريال بدأ المباراة بش ما توقعناه، جايب فوز من ليفربول 3-1 بهمم عالية، حشر برشلونة في الزاوية، هجمات مكثفة، ضغط من خط وسط الريال. يعني ما توقعنا خطة قوية جدا هيك من زيدان. الريال بدأ المباراة بتقدم هجومي بضغط من خط الوسط، لانه راجع من فوز قوي جدا على ليفربول 3-1، يعني بهمم عاليه داخل المباراه، بضغط غير خطه زيدان ما توقعناش، عامل خط وسط مرعب. افتكاك كوره من برشلونه كان عالمي في وقت قياسي، برشلونه بيلحقش يمسك الكوره 6-5 تمريرات بتلاقي الكوره على طول في ايد الريال، وهجمه مرتده ودفاع برشلونه ضايع، ولا بيكيه ولونجلي في العسل يعني. بس يعني كان خط وسط الريال الحق يقال اشي خرافي، اشي عالمي. فالفيردي على مودريتش على كروس على كازيميرو، ضغط افتكاك كورة اشي خرافي. عوض غياب فران وعوض غياب راموس باشي قوي زي هيك، غير انه فاسكيز كان مكان كارفخال. زيدان حطه لما يكون في عنده غيابات بديك مباريات بتخوف، يعني عمل ضد ليفربول مباراة عالمية وضد برشلونة هيك. بدون طولة حكي هنعملكم ردة فعل الحين على المباراة كاملة. المهم احنا خلينا مع ردة فعلنا مع الكلاسيكو، مع خلاص يعني انتوا فهمتوا انه حاط الكلاسيكو ونعمل ردة فعلنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وخلينا نخش في لقاء الكلاسيكو. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو. لايك روف خليف كوكب الكرة العالم كله ميسي نار متشيئين رونالد كومان برشلونة لحساب البطولة الإسبانية زين الدين زيدان. رقم 30 مئات الملايين من هذا ردة فعل ولا ايش؟ بس والله كانت تشكيلة برشلونة يعني بيض 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 بيض. هاي الحيوان هذا فينيسيوس بس بده يجري، بس بده يجري. حلو، توزيع حلوة. هذا المودريتش فخمة ضيعها يا الله، هذا عالمية. طلع يدوب حط ايده عليها كورتوا. حلو، هذه حركة ميسي وجورد ألبا خرافية. طلع ميسي كيف توغل. ديمبلي هذا ضاع، ديمبلي امبارح نعسان. هذه تشتيت من الروخو. فاسكيز حلوة، هذا الجون يا الله يا الله. عالمي عالمي والله الصراحة، عالمي 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 عالمي. فاسكيز يعني فاسكيز انت بتعرف شو بيلعب، هو جناح هو باك، هو مش معروف، بس كعب بنزيما عالم ثاني، غير انه مسك شرط القيادة يعني انا ما لاحظتش الا تو. والله ما شافهاش الروخو في العسل. حلو والله كبيرة، والله كبيرة ابو ابراهيم. حلو خلاص ضلكش تعيد فيها انت كمان. يلا والله حلو. ايش هذا يوم بدك خلاص محسوب جول، شيء كبير يا عمري. ميسي حلوة، هذه حلوة. طلع عرضية ميسي، ديمبلي بالراس بسنتيمترات. طلع انه رايع. الكلاسيكو كان زي ما توقعنا وزيادة، هجمان ايش خرافي. في لعب يعني كان حلو. عرضية ليو هذه اللي تأثروا فيها في خط الفاضي. برشلونة مش نادي عرضيات خالص. دربكة في الدفاعات برشلونة، دربكة فيش واحد فاهم على الثاني، دربكة بشكل مش طبيعي. كريم حمام اسبانيا وين؟ هذا دخلات فينيسيوس بوحش بصقيب، بتلاقيه بخش يمين شمال مش عارف ايش، بس هذا ولا عمرها بتكون بلنتي لانه على الحزب الزق. كروس بو عالمية. طلع جورد ألبا. يا الله بس والله كروس عالمية. غير خط الوسط انه كان قوي يا زلمة، 4 لاعبين. ديست وداها لألبا، وألبا بدل ما يطلعها حطها بحاله. هي بس الكرة للشايد في الاخر تنحسب لكروس، بس يعني ديست وألبا زبطوها على الاخر. يعني في 27 دقيقة يعني 30 نص ساعة الكلاسيكو بادئ مولع توليع. 2-0 كمان. كازيميرو هذا قال كازيميرو كروس بنزيما. حلو والله عالمي يعني. فاول كنت متوقع اصلا من الاول انه ممكن يكون الفاول جون.
هاي كده، هاي فينيسيوس بحشر حاله بده بلنتي. هذه العالمية يا الله، عالمية. استنى الحين لما نعيدوها طلع فالفيردي حطها في الزاوية البعيدة ودب في العارضة، بعدين كملها فاسكيز ما زبطتش خالص. هاي طلع لها تيري. طلع تم فيش حد غاد. جوردي ألبا مش موجود. كيف الخطة اصلا؟ كيف انه يكون في لاعب غاد مش موجود؟ مش فاهم كيف. المهم انتوا فهمتوا. هذا ديمبلي خش في نصهم اصلا، ما كانت جاي على رجله اصلا. هذا مرقت من الرجلين، فيش فيها شيء. جريزمان ودير بالك غلط تطلع جريزمان، لانه ولا عمره ديمبلي بيكون مهاجم صريح، غير خط الوسط اللي مدمره. احكي عن كومان يعني خط وسط كان على الفاضي. تدخل القوي على الاخر. هذا طلع عشانها فاسكيز، تدخل بوسكيت فاسكيز. ميسي خلاص صار فيش حلول، انه بده يشوت، فيش حد ماشي معاه. حلو من ميسي، بس كانت خبطه في ايده لان هذا وقف هاي في ايده. حلو هذه نهاية الشوط الاول. حلوه يا الله، لاحظت حلو في العارضه يا الله. كروس بعيد كثير. هذا لما انمطرت كثير مباراة، والله ما شفتها هذه في المباراة. جريزمان فوق ما انت متسلل بتضيعها. هاي دفاع برشلونة طلع 3 عقبال 3، يعني هجوم الريال بيكون ضاغط اكثر لان الكرة معاه. هذا الجول بالغلط بس حلوة عرضية من جيزة حطها بالغلط. تحتفلش يا حبيبي، مغلوب انت ارجع. كويس انك كسبتها كريزمان. حلو من جيزة. قلب العمل. انا فكرت ميسي بعديها الملعب ثلج دب الدنيا ميه. فينيسيوس بمر من مناطق زاحمه وهيك بخش. كويس ما حطيتها في الرخو، كان ما حطها في حاله. الحظ كان واقف برضه ضد برشلونه. ما تتوقعش انه برشلونه كان ضعيف، يعني برشلونه كان يهاجم، كان يضغط. برشلونه ما كانش نايم طول المباراه، لا كان المباراه مولعه على الاخر. برشلونه بيقدم كله، عشان كده بتلاقي دفاعه فاتح زي هذه الكوره. هذه الكوره كان كله هاجم ضاعت. هاي فاول ميسي وما جاش. اودريوزيل هذه اجت معه بالغلط، هو ما كانش عارف انها بدها تجي، خشت فوق العارضه. حلوه يا الله. عشان تعرفوا ان الحظ كان واقف ضد برشلونه، فطلع هذه الكوره كروس. وصاحب هذا الملخص بده ايانا نكمل فيفا. رهيب. اوه كازيميرو بالراس. برا كمل فيفا قال برا يا هلس، عشان يوصلوا المقطع 9 دقائق ويعمل اعلانات اكثر. وهيك يا شباب بكون انتهى مقطعنا. الكلاسيكو كان قوي بكل المقاييس، كان عالمي، بس الريال كان افضل. برشلونة عانى شويه، غير انه عانى كمان قدام ايبار او بلد الوليد، مش ذاكر بالضبط. لما ديمبلي حط في اخر الوقت جون، يعني تقدم مستحق للريال، تحيه لهم. برشلونه كان قوي، يعني المباراه كانت قويه جدا. من زمان ما شفنا مباراه بهيك حماس، بهيك قوه، بهجمان وهجمانه. مع انه الريال كان قوي جدا، غير انه طلع من المباراه من ليفربول 3-1 وحيرجع يلعب ضد ليفربول الاسبوع هذا الاياب. انا متاكد انه الريال حيعدي ليفربول بفارق كمان كويس باهداف، وان شاء الله نشوف الريال في نصف النهائي. ممثل اسباني يمكن الوحيد، الريال ممثل اسباني الوحيد في اوروبا. شكرا. وكليتكو مدريد لازم يخسر ضد ريال بيتيس عشان نشوف من حيتصدر الليغا. بالسلام.